السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع حضراتكم المنين الساده او القراقيش الساده. هنعملها كده بالشمر واليانسون، ترجعنا كده لروايح الزمن الجميل. لزوم السقسقه كده بالشاي بالحليب او الشاي، لاننا كتير بنصحى من النوم ما بيبقاش لينا نفس للفطار. هنعمل بقى القراقيش تفتح نفسك كده، ولزوم السقسقه، وهنعملها بطريقه سهله وبسيطه. بتمنى تنال اعجابكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. اول حاجه هنبتدي بيها الخميره. هنا معايا كوبايه من الحليب، ضفت عليهم باكت من الخميره او معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. قلبتهم كويس مع بعض وهنغطيهم وهنسيبهم يختمروا. طبعا عايزه اقول لكم ان هنا الحليب ممكن تستبدليه بميه، ولازم الميه او الحليب يكونوا دافيين. هنبتدي بقى هنا نحضر المكونات الجاف. معايا كيلو من الدقيق، هنضيف عليه 3 معالق من السمسم، 3 معالق كبار، ده اختياري. وهنا معلقة من الشمر ومعلقة من اليانسون. انا هنا طلعت الرطوبة منهم على النار في طاسة كده، ما بسيبهاش تاخد لون، وضربتهم او اديتهم جرشة كده في الخلاط، وهبتدي انزل بيهم. ومعايا معلقتين من النشا. هنا النشا بتدي قرمشة ونعومة في نفس الوقت كمان للقراقيش. وكان عندي معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ده اختياري. ومعلقتين من اللبن البودر، ومعلقة كبيرة من السكر البودر. ومعانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. هنقلب المكونات الجافة كلها ونبتدي بقى ننزل بالمادة الدهنية. هنا معايا كوباية من السمن ونص كوباية من الزيت، يعني مقدار المادة الدهنية كوباية ونص من المادة الدهنية. ممكن يبقى سمن صافي، ممكن يبقى زيت على سمن، ممكن يبقى زيت صافي، بس الميكس ده حلو قوي السمن على الزيت. هنبتدي بقى نبس في العجين كده كويس جدا لحد الدقيق ما يختفي كده مع او يندمج مع المادة الدهنية، ونبس كده ونعجن فيه حلو قوي. هنا بقى هنبتدي ننزل بالخميرة والحليب. طيب وهنبتدي بقى هنا نلم في العجين. بصوا حضراتكم، انا هنا بقى ببتدي الم كده في العجين. هنا العجين احتاج معايا كمان نص كوباية من المية. ممكن برضو تضيفيها حليب، بس انا هنا استعملت مية نص كوباية وابتديت الم في العجين. هنا بسم الله ما شاء الله العجينة بقى اتلمت معايا وكانت مظبوطة على الشعرة. بصوا حضراتكم، بس خلاص كده اتعجنت. هنا بقى انا هقسمها كده لكرات تسهل عليا مش اكتر. انا هنا العجينة ما بسيبهاش تختمر في الاول، بس بريحها لحد بقى ما احضر السجان بتاعتي والمفرش اللي هقطع عليه. بس خلاص هبتدي بقى اخد اول كرة والفها كده على شكل اسطواني، وبعد كده افردها. حضرتك ممكن ما تحتاجيش مردانة، ممكن تعمليها بايدك، تفرديها بايدك، وبعد كده هنقطعها. انا هنا استعملت ايدي واستعملت المردانة برضو، فردتها. بعد كده هنقطعها وهنحطها في السجون. بصوا حضراتكم انا فردتها بايدي، وابتدي بقى وبوريكم برضو ان انت حضرتك ممكن تستعملي المردانة. هنفردها، وبأي حاجة عند حضرتك هتقطعيها، سكينة، قطعة البيتزا، قطعت، انا عملت بقطعة المخلل زي ما حضراتكم شايفين كده. اعملها صوابع كده وهبتدي احطها في السجون. ايوه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص هنا قطعتها كده صوابع زي ما حضرتك تحبي. بعد كده هبتدي ارصها كده في السجان. انا هنا بسيبها بقى تختمر في الصاج، يعني نص ساعة مش اكتر عشان تقلبص كده. وبعد كده بقى بدخلها على فرن ساخن، يعني درجة حرارة 200، رف اوسط. ما بتكملش ربع او تلت ساعة، كله حسب فرن. بسم الله ما شاء الله هتطلع بالقمر اللي حضرتك شايفاه ده. قد ايه انها كانت مقرمشه وهشه من جوه ودايبه دوب. بتمنى تجربوها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.